وهنا بقى الجدل بيبدأ. ازاي جماد هيقوم يعمل شغلانة؟ والغريب ان الكلام ده عن الصوت والنداء رجع يظهر تاني في بعض فرضيات علم الفيزياء الحديث، لان العلم الحديث دلوقتي في جامعة ساوثهامبتون نجح فعليا في تخزين بيانات هائلة جوه جزيئات الكوارتز. والمفاجأة التاريخية وهي ان اغلب تماثيل الأوشابتي مصنوعة من مادة الفيانس، والمادة دي مش فخار عادي، دي مادة سيراميكية غنية جدا بالسيليكا والكوارتز، وليها قدرة فيزيائية مثبتة على نقل الطاقة والاهتزازات وتخزين الشحنات. فهل معقول الصدفة خلتهم يختاروا مادة موصلة لصناعة جيش من الخدم؟ تخيل معايا السيناريو الخيالي ده، المقبرة ما كانتش مدفن، دي كانت غرفة رنين صوتي، والكهنة كانوا بيستخدموا ترددات معينة، والترددات دي لما بتخبط في مادة الفيانس المبرمجة فبتنشط الوعي المحبوس جوه التمثال. ودي فرضية تخيلية مش عليها أي دليل، لأن تاريخيا كان في اعتقاد بأن الاسم هو مفتاح الروح، يعني لما الملك ينطق اسم الأوشابتي بتردد معين فالتمثال بيتحول لخادم نشط وبيتحول لدور فعال داخل عالمهم العقائدي. فهل ما كانوش مجرد تماثيل صغيرة وكانوا بيقوموا بمهام مادية احنا لسه مش فاهمين طبيعتها لحد دلوقتي؟ وهل كانوا بيبنوا عالم موازي افتراضي للملك؟ العلم بيقول ان الصوت طاقة لا تفنى، فهل لسه الأوامر دي بتدور وتتنفذ جوه المقابر لحد النهاردة؟